المسلمين. أنا عنصر من عناصر الترك الصحراوي في مخيمات هندوب، دون بشهادتي في إطار حامل الحقيقة من الحقيقة في مخيمات هندوب. نعود كل من يقع هنا من انتهاكات هذه حرمات الناس دون أي سبب. يذكر في كل من يطلب بحقه مشروع فإننا مباشرة نعرضه للعنف والإهانة وزرع الخوف فيه، لأنها أوامر تعطى لنا كل مرة للاعتداء على إخواننا كل يوم، والاستعمال المفرط للقوات ضدهم دون إرادة، أمر لا مص منه. فنحن أداة وقمع ذو الحقوق، كما أن ظروفنا الصعبة فلا وجود للترقية، لأنها مقتصرة فقط على أبناء المسؤولين والمقربين من القيادة، ناهيك عن استبداد هؤلاء القرارات تجاهنا وتجاه الناس. وفي هذا الإطار فقد قمنا برسالة إلى الأمين لما جبت بوصال مقتضى أشرنا فيه إلى كل ما نعانيه نحن قوات أمن، وكذلك الخطة التي يرتكبها المسؤولين تجاه الناس، لأنه وللأسف لم يبين لنا أي اهتمام بالموضوع. لذلك فندعو الصحراوي للانتفاضة ضد هذا النظام الفاسد الذي يرفض الحوار لا يريد الصلح، فالحل هو الرحيل جميع رموز هذه القيادة التي أعمرت كثيرا.